السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية لكم الطيبة من قنواتكم قنوات SSC وكذلك عبر منصة شاهد في لقاء في أمي. هنا الكرة ملعوبة على الجهة اليسرى، دافيد ألونسو يحب التقدم لنادي سبتة والتصويبة الأولى. بينيا يعوض شتيغن في المباراة اليوم. هنا الانطلاقة والخطأ على اللاعبي الفريق في هذه المواسم، في آخر المواسم بقيادة بيب جوارديولا. هنا الكرة ملعوبة طويلة إلى الأمام، هجمة أخرى لكن الكرة بعيدة عدت إلى خارج الملعب وإلى رمية أو إلى ضربة مرمى. ممتازة، المرور رائع جدا من رافينها، عرضية على القائم الأول في انطلاقة ممتازة لنادي سبتة، عرضية البحث عن إلى مدينة سبتة. كرة باليرين وعبر اللاعبي البرازيلي رافينها إلى رافينها، خطأ على كيسي في اللقطة الماضية. في مجموعتين، كل مجموعة فيها 20 فريق. عند ايسار يحاول لعب عرضية لكن التدخل من اللاعب إيريك غارسيا بالراس في الأخير. الكرة سهلة والخطأ حاضر عند نادي. ممتازة من هيكتور، تقدم من بيليرين للهدف الأول والتصويبة الأولى والزيارة الأولى لبرشلونة من رافينها إلى خارج. بوسكيتس حارس المرمى شتيغن وبوسكيتس وديمبلي بيدري فاتي وكوندي. هنا الكرة ملعوبة على الجهة اليمنى، الانطلاقة من نادي سبتة، العرضية والكرة إلى خارج الملعب. التغطية كانت من على الجهة اليسرى، الانطلاقة من جوردي ألبا، عرضية. العودة من جديد لبدء الهجمة من حارس المرمى كوفياس، يشتت الكرة إلى الأمام، استلام ممتاز. الله على التقدم لبرشلونة على الجهة اليسرى، عرضية على القائم الأول لكنها سهلة عند حارس المرمى، سهلة عند حارس المرمى حتى الآن فرانك، لكن الكرة في الأخير عند حارس المرمى. هداف الفريق في هذه البطولة ب3 أهداف، صاحب القميص رقم 9 رودريغو بالتحديد. برشلونة الكرة معاه، ليرة بينية ممتازة لكن الكرة بعيدة عن القائم الثاني. موجودة الكرة في داخل 18 لكن الكرة مقطوعة. توريس يتقدم للأمام، يلعب الكرة البينية لكن يسقط رافينها في اللقطة الماضية. تصل الكرة سهلة عند حارس المرمى. ما زالت الكرة عند غونزاليس على الجهة اليسرى، عرضية ممتازة، تدخل والكرة في الأخير إلى ضربة زاوية. الكرة في الأخير إلى ضربة زاوية بعد تدخل غارسيا. تسل العرضية على القائم الأول، راسية في الشباك الجانبية، كانت من هداف الفريق من رودري الذي يريد مفاجأة برشلونة. كقلب دفاع، نقلة جميلة للأمام، خروج ممتاز المباراة. هنا رافينها تقدم إلى الأمام، عرضية من رافينها والخطرة الكرة لكن الكرة عدت إلى خارج الملعب. خطيرة الكرة الماضية. ليفاندوفسكي، الكرة ملعوبة على القائم الثاني، مقطوعة من دفاعات نادي سبتة والكرة في الأخير يبدو أنها سبتة. لكن هنا الكرة، الانطلاقة من رافينها، الخطورة من رافينها والعرضية لكن يصل إليها متأخرا ليفاندوفسكي، يصل البولندي متأخرا في اللقطة الأمام. الخطورة لبرشلونة، توريس لكن الكرة عدت من فران والكرة تصل سهلة عند النادي الكبير في إسبانيا نادي الأمام. ممتازة عند رافينها لكن الاستلام يا رافينها، الاستلام لم يكن بالطريقة المثالية من رافينها، عدت من الكرة مقطوعة من ايسار. واصل الكرة عند فرانك كيسي يسقط، يكسب معها الخاضية لنادي برشلونة. هل يأتي الحل في اللقطة الخطيرة؟ رافينها نعم، رافينها يسجل الهدف الأول. ألم أقل لكم الخطر سوف يأتي من رافينها، الهدف سوف يأتي من رافينها، الحل يأتي من البرازيلي، أفضل لاعبي برشلونة في شوط المباراة الأول. يأتي من الحل بتسديدة رائعة جدا، رافينها البرازيلي واصل الكرة داخل 18. فرانك يكسب الخطأ أو التسلل، يبدو أنه حاضر في اللقطة الماضية. التسلل على
اللاعب روبن لافا، المرسل عند بابلو توريس يصوبها عرضية طويلة جدا. الكرة ما زالت داخل ال 18. الهجمة الأولى لنادي برشلونة لكن الكرة سهلة. هيكتور بيليرين على الجهة اليمنى، جافي إلى جانب فرانك كيسيه، وكذلك هذه الأسماء متواجدة في دكة بدلاء نادي سبتة. إلى فرانك رافينها يصوبها قوية لكن هذه المرة عدت بعيدة إلى خارج الملعب، يطالب معها في ضربة زاوية. فرانك يلعب الكرة، فرانك إلى ليفا، والثاني ليفاندوفسكي يسجل الهدف الثاني البولندي بعد الضغط العالي الممتاز الذي كان من فرانك والتمريرة الرائعة لليفا الذي ينهي على الجهة اليسرى. توري لكن الكرة مقطوعة من لونا، الخطورة لليفا، يحرك الكرة ليفا عند مبكرا، الكرة عند كيسيه يصوبها قوية لكن كرة إلى خارج الملعب. كرة فرانك إلى خارج الملعب، ممتازة اللقطة الماضية. التصويب في الجهة الأخرى عند توري، يلعب الكرة تصويبة لكن هذه سهلة الكرة كانت من فيران. المتقدم حتى الآن بالنتيجة على ريال مدريد. اليمين يعدي غارسيا، يفكر بلعب العرضية غارسيا لكن التدخل من جوردي ألبا إلى ثابتة، ضربة زاوية يرسلها نيتو غونزاليس بالراس لكن كرة عدت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. عدت الكرة يعني وتوج مع بداية شوط المباراة الثاني الهدف الثاني الذي أتى من ليفا. ألونسو يتقدم، إيمان الكرة عند ليفا، طويلها للثالث، عرضية لكن لا وجود لأحد، لكن يفضل لعب الكرة عند فيكتور بيلين. هيكتور مر، يعدي نيتو يصوبها لكنها بعيدة جدا. مثل هذه الكرات صعبة جدا. الانطلاقة من نيتو على الجهة اليسار، عرضية ممتازة والتألق من حارس المرمى، التصدي ممتاز. كانت الكرة، اللاعب الشاب يتقدم للثالث، نعم للثالث، يسجل ثالث الأهداف. أنسو فاتي في مشوار فردي ممتاز يسجل معها الهدف الثالث. نعم استمر الحال على ما هو عليه. رافينها إلى جانب هيكتور بيريلين، يلعب الكرة عرضية، فرانك للرابع، كيسيه يسجل الهدف الرابع. رباعية كبيرة في أرض سبتة، رباعية. موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر. يترقب عشاق ومحب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد مباراة المارد الأحمر أمام نظيره نادي بيراميدز في إطار نهائي كأس مصر. ونستعرض معكم موعد مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي بيراميدز في نهائي الكأس. وكان تأهل المارد الأحمر إلى نهائي كأس مصر بعد تخطي عقبة نادي سموحة، بينما تأهل بيراميدز إلى الدور النهائي بعد الفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح. وإليكم موعد مباراة الأهلي وبيراميدز. ومن المنتظر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي بيراميدز في المباراة التي ستقام يوم 3 فبراير 2023 القادم، وذلك في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. والجدير بالذكر أن شبكة قناة اون تايم سبورت هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس مصر هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة نهائي بطولة كأس مصر عبر قناة اون تايم سبورت 1.